قطر الانتهاء ما يلم الاخصام. روح اوضته خليها على الله. فكك مش لاقى صاحبك وقلبك وشقة، عارف اللي عندك ما تفتحش بقك لو كان يا عم. صباح صباحكم يا رجاله، والهوا هواكوا وانا ما اقدرش انساكوا. تمام. بصوا يا رجاله، فرد الحمام ده احنا هنطرحوا عليه سؤال. تمام. والزغلول ده هيبقى هو الجايزه بتاعت السؤال لصاحب النصيب. تمام. بصوا يا رجاله، زي ما قلت لكم في كل فيديو، رزقك رزقك. تمام. فرد الحمام ده كان عندي في المحل جايلي في بيعه. تمام. ففي اخ كويس وصغير بيتابعني، جه اتفرج على الحمامتين اللي موجودين ومسك فرد الحمام ده وهو بيقلبه عدى من ايده. تمام. بصوا يا رجاله وركزوا معايا، عشان زي ما قلت لكم يا رجاله، رزقك يا باشا رزقك. تمام. ففرد الحمام وهو بيتفرج عليه نط من ايده، راح طاير بره المحل، راح طار. تمام. طبعا انا الغيه بتاعتي يا رجاله في وش المحل على طول، ما بيني وما بينها الشارع بس. تمام. فانا مسيب حمامتين من بالليل كده، ايه، بسيبهم يطلعوا وينزلوا والكلام ده. فطلعت لقيت فرد الحمام قاعد وسطهم. تمام. بص يا حبيب قلبي، رزقك رزقك. الفرد ده رجاله اقسم بالله مش بتاعي. تمام. بس الاخ الصغير اللي كان بيتفرج عليه بعد ما فرد الحمام نط من ايده وطار، مفيش كلمه في بقه غير عمال يقول لي عمو شوف حقه كام وانا هدفع حقه، شوف حقه كام وانا هدفع حقه. فانا بحسن نيه قلت له يا ابني خلاص يا ابني عادي، ايه مفيش حاجه وربنا يعوض علينا، وعادي قدره حصل له اي مرض واتكعبل ومات، مش قصه ومش موضوع. تمام. فانا طالع النهارده اقول له بص يا حبيب قلبي، اللي انا عملته معاك هو اللي قعد لي. تمام. انا طلعت لقيت فرد الحمام مبوب مع الحمام بتاعي في الغيه. تمام. بصوا فرد الحمام يا رجاله اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. بصوا يا رجاله، بصوا كده لونه عامل ازاي زي ما انتوا شايفين، وبصوا عظمه وبطرطور هو، وبرقبه كده ايه محمره شويه، هو كذا لون في قلب بعض. تمام. فالسؤال هنا لاخواتنا وحبايبنا بقى، ايه اللي هيخشوا بقى يشاركونا في الفيديو ده؟ اللي يعرف سعر الفرد ده كام يقول لنا، او اللي يعرف نوعه، او اللي يعرف لونه. ملخص الكلام، هدية فرد الحمام ده الزغلول القرباش ده رجال، ده زغلول قرباش اهو كده متواضع طالع عندنا لصاحب النصيب اللي هيخش يقول لنا فرد الحمام ده يساوي كام، او لونه ايه، او مثلا يتقال عليه نوعه ايه. وصلت؟ صباحكم جميل يا رجاله، والغيه غيه حب ورجوله وجدعنه، وكلنا بنكمل بعض، ورزقك رزقك. يا ريت قبل ما تسمع تعمل شير وتشترك في القناه وتفعل الجرس، لان باذن الله ان شاء الله في اغاني وقصص